تحسبا للدخول المدرسي والاجتماعي 2023-2024 احتضن مسجد النور بحي 250 سكنا اجتماعيا ببلدية شريعة ليلة البارحة محاضرة بعنوان دور الأسرة في ترشيد الدخول المدرسي، نشطها الدكتور نوار بورزق من جامعة تبسة، وحضرها جمهور لا بأس به من المصلين. الأستاذ فيصل بن يعقوب إمام مسجد النور بحي 250 سكنا اجتماعي بشريعة يتحدث عن هذا النشاط. بمناسبة الدخول الاجتماعي لعام 2023-2024 نظم مسجد النور بحي 250 سكن بمدينة شريعة محاضرة قيمة تعليمية توجيهية بعنوان دور الأسرة في ترشيد الدخول المدرسي، وقد قام بتعطيل هذه المحاضرة الأستاذ الدكتور نوار بورزق، وهو أستاذ جامعي في جامعة تبسة، جزاه الله كل خير. وقد استقطبت هذه المحاضرة جمهور لا بأس به من رواد المسجد، وقد كان هناك تفاعل كبير مع المحاضرة. مضمون هذه المحاضرة التي دار حول 4 محاور أساسية يلخصها الدكتور نوار بورزق فيما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة التي كان عنوانها دور الأسرة في ترشيد الدخول المدرسي تضمنت 4 محاور أساسية، وهي أن الدخول المدرسي محطة حاسمة وعرس اجتماعي، أن الأسرة دور فاعل فيه من خلال ضرورة أنها رسم مشروع دراسي للابن من خلال الحوار والتواصل، وكذلك تفعيل المرافقة البيداغوجية والتواصل البيداغوجي بين المدرسة والأسرة، ثم ضرورة تفعيل الحوار أداة ووسيلة فاعلة في تنشيط الفعل التربوي وتنمية قدرات التلاميذ. وهذا لأن الدخول المدرسي هو عبارة على مشروع واعد طويل المدى نتائجه تقطف بعد سنوات عدة. وعلى هامش فعاليات هذه المحاضرة رصدنا هذه الانطباعات. كانت محاضرة ممتازة حول موضوع الدخول المدرسي وكيفية تعامل الأهل مع الأولاد. كانت محاضرة قيمة، كان موضوعها دور الأسرة في ترشيد الدخول المدرسي. حقيقة جاءت هذه المحاضرة في وقتها، وتناول من خلالها الدكتور عدة محاور استفدنا منها كثيرا. تضمنت هذه المحاضرة توجيهات وإرشادات للأولياء كيف يتعاملون مع أولادهم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.